السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نسوي أكلة سهلة وحلوة وبسيطة اللي هي كباب عروق. راح أسويها أكبر كباب عروق بالعالم، يعني ما أتصور وحدة سويتها. فاليوم إن شاء الله نبدأ بمكوناته. مكوناته عجين، طبعا عندي هذا العجين وعندي الكرفس وعندي الشحم وعندي البصل وكاري وكركم وملح. هذا الشحم تقدرين تخليه اللحم، أنا طبعا أحب الشحم خاصة إنها كباب عروق. في اليوم إن شاء الله نسويها بطريقة سهلة وصحية. نبلش أول شي، وطبعا هذا العجين هذا من خبزت، خليت تقريبا 3 شنقات وعزلتهن، فهسه ما شاء الله يعني هم تفحن كلش. فهسه أول شي نخلط العجين، عجين عادي تعجنينه ويختمر، تخلطين هاي المكونات كلها ويا العجينة. هسه نبلش. طبعا هذا هو العجين، شوفي بس خلنا نسوي الكاميرا. هذا هو العجين، شوفي يعني تقريبا 3 شنقات. نخلط وياها هذا الكرفس، نضيف الشحم، نضيف البصل. أنا طبعا أنصح بالشحم، يعني واللي يحبون اللحم يخلون اللحم يضيفونه، بس الشحم طعمه يعني كلش حلو بالكباب عروق. تظلين تعجنينه من هنا لمن يتجانس كله وتكملينه. طبعا هسه خلطتها وجايت شوية ترتاح، نخليها 5 دقايق. بعدين نحضر الصينية ونفرشها بالصينية. طبعا هسه جبنا الصينية دهناها، هذا مكان الدهن. بعدين نضيف العجينة، ما شاء الله شكلها العجينة تصير أكبر قطعة كباب عروق. طبعا انت اذا سويتيها هاي راح يصير عندك دمان عليها، يعني بعد ما تقلين بالزيت والدهن ويصير يعني شوية جالي على هذا بالمعدة. فهاي يعني الطريقة صحية. هاي هسه شوفيها فرشناها أكبر، يعني حجمها شقد شبرين تقريبا، يعني طول بعرض شبرين. فهسه نخليها عندي أنا تنور كهربائي، نخليها إن شاء الله فد ربع ساعة 3 ساعة إن شاء الله تستوي وأراويكم إياها. طبعا وهذا شكلها النهائي أكبر قطعة كباب عروق بالعالم. والله صحية وما تصرف دهن، راح تقلي يعني ما ولا تقلي، راح تشوينها بالتنور. عندي تنور طبعا. وهذا شوفي هاي الطريقة شوي بالفرن أو بالتنور الكهربائي إذا عندك. سويها وجربيها وكليها ويا الشاي وألف عافية. ورجاء علقولي واشتركوا على قناتي وألف عافية. طبعا أنا نسيت ما راويتكم إياها، شوفوها هاي القطعة، طبعا نفس قطعة البيتزا، طيبة كلش وسهلة وألف عافية.